الحته دي. شايف بقى الاي اي واخدنا ورايح فين؟ واخدنا ورايح لحته كويسه جدا. دايما الناس تقعد تقول الاي اي هيستبدل الناس. هو هيستبدل الناس اللي مش بتستخدمه، بدل ما هيخليك تعمل انت الحاجه بنفسك، هو هيخلص لك حاجات كتير. فاقدر اطلع ابحاث، مثلا الابحاث اللي انا هعملها هتخلص في وقت اسرع، اقدر اطلع ابحاث اكتر، اقدر اتعلم حاجات اكتر. طب هل الاي اي بيحد من الابداع والسكيلز ولا لا؟ بالعكس. النهارده معانا رحله طويله هنناقش فيها تجربه مميزه جدا مع باشمهندس اياد. ازيك؟ ازي حضرتك؟ اياد، عرفني بنفسك، انت بسنه كام دلوقتي؟ انا دلوقتي اولى جامعه كمبيوتر انجينيرنج، جامعه ايه؟ جامعه العالمين. اياد، انت ابتديت امتى بقى رحلتك مع التكنولوجيا والروبوت ابتديت في 2018. اول حاجه ابتديت فيها كانت كومبيتيشن روبو فيست. ابتديت خلصت الكومبيتيشن، بعد كده ابتديت كورسات اردوينو مثلا. كان عاجبني شويه مجال السوفت وير والهاردوير، ابتديت اتعلم سي بلس بلس. بعد كده خلصت شويه اردوينو، بعد كده رحت داخل. جت فتره الكورونا قعدنا في البيت، فانا كنت حابب المجال اكتر، فرحت يلا بينا اتعلم وانا في البيت، ايه المشكله؟ جميل. ابتديت اتعلم ويب ديفلوبمنت. بعد كده رحت داخل شويه في الباك اند، اتعلمت اكتر من تكنولوجي. اتعلمت مثلا ساعتها بي اتش بي. دلوقتي الفتره دي اصلا ابتديت اطور شويه، بتعلم دوت نت. وهنوصل شويه هنعرف ان بستخدم الاي اي في انه يساعدني في حاجه زي دي. بعد فتره الكورونا والدنيا ابتدت تفتح شويه، قابلت صديق ليا اسمه اياد الصاوي. اياد كان بيشارك في كومبيتيشن اسمها ميت ار او في. اتكلم معايا شويه في الموضوع. الموضوع عجبني، وانا كان نفسي ارجع لمجال الروبوتكس، لان بعد فتره دي ما كنت يعني كان في فتره كبيره قوي ما كنتش بتعامل مع حاجه ليها علاقه بالروبوتكس قوي. فلما ابتديت ارجع تاني رحت راجع لاوفر فلو. وكان اوفر فلو هم التيم اللي ابتديت معاه الرحله دي تاني يعني. شاركت في ميت 24. الحمد لله كنا خدنا فيرست تشامبيون في الريجنال و18 انترناشونال. السنه دي بقى ربنا يوفقنا نوصل انترناشونال، حاجه كويسه يعني. باذن الله ان شاء الله. طب انت رحلتك فيها يعني كيرفات كتير، وجزئين ما بين الويب ديزاين والجرافيكس والدوت نت والشغل بتاع والابلكيشن والويب سايتس وكده، ومن ناحيه تانية في الروبوتكس والبروجرامينج وده في بروجرامينج وده في بروجرامينج، بس يعني الهاردوير يعني، وان انت بتشتغل على ابلكيشنز او على ويب سايتس. وكان عندك تحديات تانية كمان في وقت كورونا والناس كلها قاعده في البيت، وانت استثمرت وقتك ده ان انت علمت نفسك بنفسك في حاجات انت جويها. وده خلاك ترجع تاني للمجال بعد ما الدنيا فتحت، ويعني والحمد لله يعني انجازاتك كانت فيها رائعه. انت مايل لمين اكتر؟ يعني ان انت تشتغل على ابلكيشنز او على بورتلز، وعلى ان انت يبقى عندك محتوى وابلكيشنز تشتغل عليها اكتر، ولا ان انت تبتدي تبني مجسمات، تبتدي تتحرك وتنفذ حاجات انت عاملها؟ ده بيحتاج باك اند سيستم، بيحتاج داتابيز. الروبوت مثلا طول ما هو ماشي بيحتاج يجمع داتا معينه يحطها بطريقه معينه. بالنسبه للابلكيشن مثلا الويب سايتس وكده بتحتاج برضو داتابيز ترجع فيها الحاجه دي. الفكره بتختلف مثلا في طريقه عرض الحاجه دي. ده بس بيبقى على ديزايند از روبوت، بس السوفت وير بيبقى الفكره او اللوجيك بتاعه قريب جدا من الروبوتكس. وفي الاخر مثلا الباث اللي انا عايز امشي فيه اصلا حاجه ليها علاقه بالاي اي، فالاي اي بيصب هنا وبيصب هنا. تمام. اكيد الاي اي والسوفت وير بيصبوا في الاثنين، مظبوط. ولكن هنا في ميكانيكا وفي الكترونكس وفي يعني نقل حركه وحاجات كتير، يعني ميكاترونكس هنا كتير، وهنا مفيش ميكاترونكس يعني. في انا بميل لايه الصراحه؟ روبوتكس اكتر. بحب الروبوتكس جدا. حلو قوي. انت تخصصك دلوقتي في الكليه، هل برضو بتشتغل على الميكاترونكس ولا؟ احنا كمبيوتر انجينيرنج بتنقسم لسوفت وير وهاردوير، مفيش حاجه ليها علاقه بميكانيكا. بس عندنا ماده اسمها روبوت ديزاين، هناخدها في سنه ثالثه تقريبا، حاجه كده يعني. طب شايف ان ده فرق معاك في وانت في الجامعه بقى عن الطلبه التانيين اللي ما دخلوش في المجال ده قبل كده؟ طبعا جدا. يعني الحمد لله البروجكت بتاعي كنت اعلى درجه في التيم بتاعي. حتى بالنسبه لماده البروجرامينج يعني البرزنتيشن الستودنتس اكتيفيتيز. ياد، انت عندك كام سنه؟ انا دلوقتي 18. وابتديت من 2018 يعني ابتديت وعندك 10 سنين.
تمام. طيب انت شايف ان انت بادئ متاخر ولا بدري؟ حاسس ان هو بدري وفي نفس الوقت متاخر. يعني مثلا بالنسبه مثلا كومبيتيشن زي اف ال ال كنت نازل فيها منتور مثلا، بحب اشوف الستودنتس الصغيرين الموضوع بيفرق معاهم ازاي. مم. انت دخلت كستودنتس ومنتور ومنتور كوتش كوتش. وحكم وجادج، جادج. تمام. فانت اشتغلت وعايش في وسط الكوميونتي بتاع او عائله الروبوتكس اللي موجوده بالظبط. في مصر او في اسكندريه او صحيح. تمام. ايه اللي اتغير بقى في حياتك من ان انت جوه الكوميونتي دي؟ الثقه في النفس، مم. ان في حاجه الحمد لله بحط فيها وقتي، مش مثلا قاعد فاضي طول الوقت مش بعمل حاجه. لا، في حاجه لما بكون عايز استثمر وقتي في حاجه مفيده بروح احط وقت فيها. اولا علاقاتي، النتورك بتاعتي كويسه جدا. لما بقعد مع حد بنهزر ونضحك ونلعب، بس وقت الشغل شغل. بتفرق كمان بالنسبه للكومبيتيشنز، كمان انت بتخليك تتعامل مع ناس كتير، تخليك تفهم ازاي تتعامل مع ناس، ازاي تعرف الشخص اللي اكبر منك ده ازاي تتعامل معاه، ازاي توصل له الرساله بتاعتك ايفن بأدب لو التفكير وباحترام، مختلف. كور فاليوز في الموضوع. بالظبط بالظبط طبعا. يعني الكور فاليوز دي كانت من الحاجات اللي انا بحبها جدا، الحاجات المهمه جدا اللي انا بشوفها انها بتضيف عامل كبير جدا. مش جاست ان احنا داخلين نتعلم بروجرامنج، لا انت داخل تتعلم حاجات كتير قوي جنب البروجرامنج في الكومبيتيشنز. حابب اضيف عليك حاجه كمان بعد اذنك. يعني انت عندك 18 سنه، بس لما بتكلم مع واحد من الكوميونتي عنده 18 سنه زيك بحس ان انا بتكلم مع آلية عندها في العشرينات والداخله على الثلاثينات من الترتيب الفكري بتاعها. اياد، انت بتستخدم الاي اي في حياتك وفي شغلك ولا لا؟ جدا. بتستخدمه في ايه بقى؟ يعني actually بستعمله as a personal assistant. انا دلوقتي عايز اتعلم حاجه جديده، يلا بينا، انت دلوقتي المنتور بتاعي، انا عايز اتعلم التكنولوجي دي، عايز اتعلم حته معينه فيها علشان اعمل بيها بروجكت معين. هيبتدي يوصلني للحته دي، بدل ما اخش ادور على توتوريال مثلا بتعلم التكنولوجي جنرال. لا، انا عايز اتعلم الحته دي بس، مش عايز اضيع وقتي ان انا اتعلم التكنولوجي كلها، انا بس ده اللي مهم عندي دلوقتي، وبعد كده نشوف التكنولوجي دي بتقول ايه بعدين. يعني انا وواحد صاحبي بنعمل موديلنج لاوبجكت، ازاي نعمل 3 دي موديل. الموضوع ده من A to Z انا متعلمه بالاي اي. خليت الاي اي هو اللي يساعدني في الحته دي اتعلم الحته دي. شايف بقى الاي اي واخدنا ورايح فين؟ واخدنا ورايح فين؟ واخدنا ورايح لحته كويسه جدا. دايما الناس تقعد تقول الاي اي هيستبدل الناس، هو هيستبدل الناس اللي مش بتستخدمه. مهم. بس انا شايف ان الاي اي هيسيرف في حته كبيره قوي قدام، ان هو بدل ما هيخليك تعمل انت الحاجه بنفسك، هو هيخلص لك حاجات كتير. لما اخليه يخلص لي حاجات كتير في وقت قليل، فانا هعرف اخلص حاجات كتير قوي، فاقدر اطلع ابحاث. مثلا الابحاث اللي انا هعملها هتخلص في وقت اسرع، اقدر اطلع ابحاث اكتر، اقدر اتعلم حاجات اكتر. طب هل الاي اي بيحد من الابداع والسكيلز ولا لا؟ بالعكس، احنا لما هنخلي الاي اي يساعدني انا كانسان ان مهم. انا اخلص حاجات اكتر، فانا هعرف احط الحته بتاعتي اكتر من مره، فهو مش هيحدني، بالعكس هو هيساعدني ان انا اعمل الحاجه دي كتير، مش قليل. زي فكره الكالكوليتر مثلا، الناس مم. تقول الكالكوليتر هتحد من مهاراتك مثلا في التفكير. اوكي ماشي، الكالكوليتر انا شايفها ان ماشي بتوقف حته مثلا في التفكير عندك، بس هي ساعدتنا بعد كده ان احنا عرفنا نشوف equations ما كناش شفناها قبل كده. طب ايه اللي انت بتحلم بيه بقى ان انت تنفذه، سواء وقت الدراسة بتاعتك او لما تتخرج؟ اني اسيب اثر في في حته ان انا اعلم حاجه، او ان انا انفست حاجه جديده في مجال التكنولوجي، نشوف ايه اللي ممكن نوصل بيه او نوصل ليه باستخدام الاي اي. مثلا ازاي نعمل كومباين مثلا في حاجه ليها علاقه بالمجال الطبي، في حاجه ليها علاقه بمجال البيزنس. نعمل ريسيرش مثلا ننشره ونسيب اثر مثلا في الحته دي، في الحته دي. طيب انا عايزك تسأل الاي اي واحنا دلوقتي على الهواء، تسأله بقى في المجال اللي انت حابب ان انت تعمله ده، ونشوف ردك عليه ممكن يكون عامل ماشي. انت شايفة مثلا مجال التكنولوجي ممكن ندمجه مع المجالات التانية زي المجال الطبي او البيزنس؟ ازاي ممكن نطلع ريسيرشز وابحاث وحاجات جديدة ازاي مثلا؟ بص، يعني بالبلدي كده ممكن نقول إن التكنولوجيا زي ما تقول كده عصاية سحرية بتدخل في أي مجال وتخليه أحسن. يعني لو هنبص على المجال الطبي مثلا، تقدر تستخدم التكنولوجيا في تشخيص الأمراض بشكل أدق، في روبوتات بتساعد الجراحين في تحليل البيانات الطبية بسرعة. ولو هنبص على البيزنس، التكنولوجي بقى بتساعد في إنك تحلل السوق، تشوف احتياجات الناس، تطور منتجات جديدة. فالموضوع كله إنك بتدمجهم مع بعض وتطلع بأفكار جديدة تناسب المجال اللي انت شغال فيه. اياد، حابب توجه ايه رسالة للشباب والاطفال اللي ما دخلوش بقى عالم التكنولوجي لغاية دلوقتي وهم بره الكوميونتي اللي انت عايش فيه؟
الموضوع مش رفاهيه، الموضوع زي ما بنتعلم ازاي نستخدم الموبايل، زي ما بنتعلم نستخدم الكمبيوتر، كالكوليتر، الحاجات دي كلها مهمه. الحاجات دي ما بقتش رفاهيات في حياتنا، الحاجات دي حاجات اساسيه. مجال التكنولوجي مش حاجه رفاهيه برضه، هو حاجه اساسيه لازم نتعلمها. عندك حق مليون في المية. أنا شايف إن هو ده التعليم الأساسي صحيح. واللي إحنا بندرسه في المدرسة صحيح والجامعة. جدا يعني. هو ده التعليم الثانوي أو التاني، لكن هو ده اللي بيوصل لطريق النجاح في الآخر. يا ده أنا استمتعت جدا. شكرا جدا. ربنا يوفقك في كل حياتك اللي جاية إن شاء الله. يعني أنتوا هتبنوا المستقبل بتاع البلد دي بجد، والشباب اللي زيك هو ده اللي هيوصل البلد لمرحلة تانية خالص. أنا بشكرك جدا وربنا يوفقك. شكرا. شكرا لك يا